انتظر وشاهد هذا الفيديو حتى النهاية. هذه القناة تعرضت مؤخرا إلى إنذارات متكررة، وهناك احتمال حقيقي أن يتم إغلاقها أو حجبها في أي لحظة، لذلك أرجو من جميع المشاهدين الكرام الانتقال فورا إلى القناة الثانية والاشتراك فيها. ستجدون الرابط في الوصف أسفل الفيديو أو في أول تعليق مثبت. شكرا لكم على دعمكم ووفائكم، واستمروا معنا فالقادم أهم. والآن أعطي الكلمة للممثل الموقر للجزائر. الرئيسان المشاركان، نشيد بالسعودية وفرنسا على قيادة الجهود نحو تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى. نلتقي اليوم لمناقشة حل دولتين. بالنسبة إلى البعض قد تكون هذه المناقشة لا فائدة منها، بل قد تكون حتى سريالية. كيف يمكن أن نتحدث عن إقامة دولة ونحن نشهد تدمير غزة بأعيننا، بينما نشهد تجويع غزة، بينما نشهد حرق غزة؟ كيف يمكن أن نتحدث عن إنشاء دولة بينما تنزف دماء الضفة الغربية؟ لكن في الأوقات الحالكة بالذات لابد وأن نؤكد على المبادئ وأن نؤكد عليها مرة أخرى. من واقع تاريخ الجزائر نؤمن بأن الاستجابة الحقيقية للاحتلال، الاستجابة الحقيقية والصحيحة للاحتلال ليست الاستسلام بل الصمود، ليس اليأس بل العزم، ليس الصمت بل الإصرار. الشعب الفلسطيني يتمتع بحق قانوني وطبيعي، حق متجذر في التاريخ، في القانون، في العدالة. الحق في تقرير المصير، الحق في إقامة دولة مستقلة سيدة، دولة فلسطين، والقدس الشريف عاصمة لها. الرئيسان المشاركان، مدينة الجزائر عاصمة بلادي في 1988 شهدت إعلان إنشاء دولة فلسطين، واليوم مرة أخرى ندعو إلى التحرك، لا ندعو إلى الأقوال، ونقترح خطوات ثلاثة أساسية واضحة. أولا، لابد من تعزيز حل الدولتين، ويبدأ ذلك بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كانت الجزائر أول دولة وحتى الآن الدولة الوحيدة التي توجهت بهذه الدعوة رسميا في مجلس الأمن في يناير الماضي، دعوة تدعمها الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن، ونحن مستعدون لنكرر هذه الدعوة ونوجهها مرة أخرى. ثانيا، الاعتراف لابد وأن يكون ردا على الإنكار. كانت الجزائر هي أول دولة تعترف بدولة فلسطين قبل 37 عاما،
واليوم ندعو جميع الأمم التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، ندعوها إلى اللحاق بالتاريخ. ثالثا، لا بد من تمكين الفلسطينيين على أرضهم، لا بد من رفض النزوح، لا بد من حماية الأراضي، لا بد من تجريم المستوطنات، ولا بد من الإنهاء من الإفلات من العقاب. ولكن قبل كل ذلك، قبل أي شيء، لا بد وأن نضمن توقف إطلاق النار في غزة الآن، ليس وقفا مؤقتا أو مشروطا، بل وقفا فوريا ودائما من دون قيد أو شرط. لا بد للمساعدة أن تتدفق، لا أن تقدم بالقطارة. لا بد من إطعام الأطفال، لا يمكن أن نسمح لهم بأن يموتوا جوعا. ختاما سيدي الرئيس، أود أن أذكر بكلمات الرئيس عبد المجيد تبون: الجزائر مع فلسطين، ولن نتراجع، لن نتخلى عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يحصل هذا الشعب على حقوقه كاملة من دون انتقاص. وشكرا. أشكر الممثل الموقر للجزائر.